احنا كان مضحوك علينا السنين دي كلها فاكرين ان بابا نويل شخصيه خياليه ملهاش وجود. طلع الكلام ده غلط، وطلع ان بابا نويل كان شخص حقيقي فعلا، بس ما كانش شكله كده خالص، ولا كان اسمه بابا نويل اساسا ولا سانتا كلوز. كان اسمه الحقيقي سانت نيكولاس. امال ايه بابا نويل ده؟ بابا نويل هو التسميه الفرنساوي للاسم ده. بابا نويل يعني اب عيد الميلاد. سانت نيكولاس ده بقى كان عايش في القرن الرابع الميلادي، كان اسقف كنيسه ميرا، دي بلد صغيره في تركيا. سانت نيكولاس كان راجل غني جدا لانه ورث فلوس كتيره قوي عن اهله. هو في نفس الوقت كان راجل طيب جدا وبيحب فعل الخير لكل الناس، فقرر ان هو يتبرع بكل ثروته ويديها للفقراء والمحتاجين من الاطفال. فكان بيستنى الدنيا لما تضلم يروح للاطفال ويحط جنبهم هدايا ماليه ويمشي من غير ما حد يشوف. الاطفال يصحوا الصبح يلاقوا الفلوس دي جنبهم، جت منين ما يعرفوش، مين اللي جابها ما شافوهوش. بس بعد فتره اكتشفوا السر وزاد حبهم وتقديرهم لسانت نيكولاس. وتصادف ان سانت نيكولاس مات في شهر ديسمبر، ففي ناس حبت انها تخلد الذكرى بتاعته وبقوا بيقلدوا اللي هو بيعمله. بس الفرق الوحيد بين سانت نيكولاس وبينهم ان سانت نيكولاس كان بيعمل ده طول ايام السنه، لكن هم عملوه في الكريسماس وبس. طب لما هو ده شكل سانت نيكولاس، امال شكل بابا نويل اللي احنا عارفينه دلوقتي ده جه منين؟ لما طلع في اعلان لشركه كوكاكولا، مش بقى نجم مشهور لازم يعمل اعلانات. سنه 1933 قررت شركه كوكاكولا انها تستعين بشخصيه بابا نويل للترويج في حمله دعائيه للمنتج بتاعها، على اساس انها تبين ان المنتج بتاعها مش بيتشرب في الصيف وبس، ده بابا نويل كمان بيشربه اللي هو اصلا بيجي في الشتاء. والرسام بتاع حمله كوكاكولا وقتها رسم بابا نويل بالشكل ده، ومن وقتها فضل هو ده شكل بابا نويل لحد دلوقتي.